السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون على اصحاب برج القوس في كل العالم كله بالخير والسعادة والامل والتفاؤل بامر الله تعالى. أصحاب برج القوس في كل العالم كله وكل الدنيا كلها، كل عام وأنتم بخير حبايب قلبي. إن شاء الله شهر شعبان يكون شهر الخير وبداية الخير عليكم وليكم بأمر الله. وأي حاجة مرت بيكم غير إيجابية تروح بقى لحالها وتروح لسكة تانية خالص عن أصحاب برج القوس، ويبتدوا إن هم يفتحوا صفحات جديدة في حياتهم، وإن شاء الله لاستقبال كل شيء إيجابي بأمر الله تعالى. أحلى أيام ديت، أحلى الشهور إن شاء الله ربنا يتقبل منكم، ويبقى كل يوم عليكم يمر تبقوا محسين ان انتوا فعلا في حاجات حلوة بتتجدد في حياتكم، وطاقة ايجابية ليكم مش سلبية تكون عليكم. اتمنى ان كل اصحاب برج القوس اللي سامعيني دلوقتي وشايفيني دلوقتي يستقبلوا يومهم بطاقة ايجابية، ويعني ما يشدوش ويعملوا جذب للطاقات السلبية. بإيديكم انتم كل شيء تجذبوه، يا إما طاقة سلبية يا إما طاقة إيجابية. قبل ما نبدأ أي شيء حبايب قلبي هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هنشوف بعض التوقعات، أتمنى أنها تكون توقعات إيجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الجميل. وقبل ما نبدأ بفكركم باللايك يا حبايبي، واللي لسه بيبتدي ان هو يشوف القناة لأول مرة يبتدي ان هو يشترك فيها ويفعل الجرس ويدعم القناة بالضغط على الرمز شكرا ان شاء الله عشان يوصلكم كل الفيديوهات بأمر الله. بشكر كل متابعيني الجمال جدا اللي بيتصلوا عليا بيقولوا لي انت بقالك، وبيحسبوها انت بقالك 3 ايام ما نزلتيش اي فيديو ولا كده. بشكركم جدا جدا، وانا زي انتم بتحبوني انا بحبكم جدا والله. هنسمي الله. برج القوس، اول فتح القراءة حاجة حلوة على فكرة، حاجة حلوة جدا. هي بتقول ان انت لازم ان شاء الله يمكن فاضل ايام وندخل على شهر مارس، شهر 3. لازم تبدأوا بصدقة، لانك هتستقبل حاجات حلوة، حاجات ضرورية هتبقى ليك مش عليك. استقبال شهر مارس في أوله إن شاء الله بأمر الله، من بدايته الشهر طبعا كله جميل بأمر الله. من بدايته لازم تبتدي صح، لازم تجذب الطاقة إيجابية لحياتك، لأن في أشياء جميلة هتسرك جدا جدا هتبقى موجودة شهر مارس شهر 3. خروج صدقة لازم لاستقبال الحاجات الحلوة الجميلة اللي هتهل عليك بأمر الله. في كمان بأمر الله عندك نصرة في قضايا ومحاكم. يعني النصرة ديت كان طال انتظارها وكانت اتأجلت كذا مرة، وكنت انت مصدوم شوية يعني زعلت واضح ان انت كان في زعل يعني بالنسبة للقضايا ديت، بس ربك لما بيريد خلاص ان شاء الله عندك نصرة بأمر الله.
عندك حسد، عندك حسد موجود، حسد من ناس قريبين جدا 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 ليك. يعني حرام انت بتقابل الناس ديت بكل حسنى ومش في دماغك اي شيء، وعملت معاهم حاجات كتيرة جدا حلوة. يعني بتنسى، انت بتنسى حتى ما بتدورش، انت بتعمل الخير والحاجة الكويسة ومش بتدور عليها. لكن في عيون كتير جدا موجودة في حياة برج القوس، عيون كتيرة جدا 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 موجودة في حياتك. ابتدي ان انت تحافظ وتهيئ نفسك، تحافظ وتهيئ نفسك وجسدك، لانك عندك حاجات كتيرة سلبية مأثرة على حياتك بالسلب. نصيحة كده جت هي على جنب شوية بتقولك ركز في عملك، ركز في عملك يا برج القوس. يمكن انت في حاجات انت شغلاك عن العمل شوية، مش بتدي العمل يعني زي ما كنت. ركز في شغلك كويس، عندك انتقالة جديدة في شغلك، في مقر العمل بتاعك. عندك عروض شراكة جديدة، في حد كذا حد هيعرض عليك شغل جديد، شراكة جديدة. استقبل كل شيء بروح حلوة، استقبل كل شيء بروح حلوة. فكر كويس، ما تخليش اي حاجة تأثر على تفكيرك. خليك ان انت تبقى حكيم في تصرفاتك زي ما كنت لان في نسبة من اصحاب برج القوس كانوا على عهد وغيروا العهد بتاعهم. فياريت ان انت ترجع لعهدك تاني، تاني تفتح الدفاتر القديمة وتبص فيها وترجع لعهدك اللي كنت عليه. عندك حدث مهم ان شاء الله جدا هيتم في حياتك، حدث مهم جدا هيتم في حياتك، هيغير حياتك ديت بالكامل، هيغير حياتك 1,000,000%، هيغير حياتك. يعني عندكم أموال بأمر الله، يعني هتهبط عليكم كده. يعني سبحان الله ولا قوة إلا بالله. آه، يعني تبقى معرض كمان أكتر أكتر لهجوم من ناس قريبة منك. والمشكلة إن كل القريبين بيبقى عندهم يعني عندهم المخاطر. يعني حرص سقوط أقنعة لأشخاص بتوع مصالح في حياتك. الأقنعة هتظهر بقى وكل واحد هيظهر على حقيقته. بمجرد إن ما يوصلك المال كله هيتغير، وانت هتفرز بقى وهتقطع وهتعبي ويعني وهترمي. طبعا فاهمين كلامي. عاوز تسافر، عاوز تسافر، حاسس بخنقة، عايز يعني، بس انت عايز تزور الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة، حج. عايز تغير الباسبور، تجدده، تطلع باسبور. في حاجات كده يعني بالنسبة للسفر حلوة حلوة ان شاء الله. عندك ابن او ابنة مغلبينكم شوية. يعني الابن او الابنة عايز تفكيره يكون من دماغه هو. يمكن يكون عاوز يسافر وانت مش مقتنع بالسفر دوت، عايز يعمل مشروع وانت مش مقتنع بيه. ممكن يكون الابن ده او الابنة ديت من برج هوائي، ممكن يكون معانا طاقة الميزان او الجوزاء. بتدور على السعادة بكل اشكالها، هتكون من المساعدين. اطمن 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 يا برج القوس، بأمر الله هتكون من المساعدين. فاهمين الكلمة؟ كلمة حلوة جدا جدا. المساعدين ديت يعني كل شيء، كل شيء بأمر الله هيتفتح قدامك. بس خليك كتوم، خليك كتوم. خليك قوي، عندك إرادة، عندك شخصية. زي ما انت عندك كل الحاجات دي، بس بتضعف لما بيجيلك حزن او زعل او تفكير، بتضعف وبترجع لورا. بتتغير شخصيتك، بتتغير، بتتبدل.
بس مش يعني مش بتبقى شخصية دايما اللي بترجع لشخصيتك الحقيقية، بس بتاخد وقت. انا بقولك لأ، ما ترجعش خالص للشخصية اللي انت شايلها على جنب دي. زي ما انت قوي، زي ما انت عندك إرادة، خلي عندك يقين بالله. خليك مبتسمة برج القوس، ان شاء الله زي ما قلت لك عندك تغيير جذري في حياتك بأمر الله. هتكون عندك سلطة، مال، تغيير في كل شيء، في طبعا في سكنك، أكتر من حاجة هتشتريها حلوة، أكتر من إن شاء الله هتدخل في مشاريع، بس حاذر من أصحاب النفوس المريضة. في عندكم حسم العلاقة معلقة، هتحسموا الموضوع فيها. في عندك حد بيرجع وبيروح، بيرجع وبيروح، يعني علاقة مفتوحة كده، انت محتار فيها، هتحسم الأمر فيها إن شاء الله. وجوه جديدة داخلة حياتك برج القوس، وجوه جديدة، وجوه مش سلبية، لا إيجابية إن شاء الله. في حد يمكن تعرفت عليه أو هتتعرف عليه، هيدخل حياتك، هيدي حياتك بهجة وسعادة، وهترتاح جدا لكلامه، وهتحس إن أنت كان نفسك إن أنت تتعرف على الشخصية دي من سنين طويلة. هتساندك شخصية، هتساندك في حياتك بأمر الله. في حاجة هيجيلك موافقة عليها، وانت كمان الفترة دي بتعيش مع ذكريات بتحبها مرت عليك، بتعيش في الذكريات ديت. بصوا، عندكم زيارة للدكتور، عندكم زيارة للدكتور، في نزول شعر بشدة بغزارة، نزول شعر. في عندك ممكن التهاب في البشرة، بشرتك حساسة جدا، فلازم انت عندك ان شاء الله زيارة بأمر الله لدكتور. يمكن رؤية هتمر عليك، هتبقى انت يعني عايز تسأل فيها كذا حد الرؤية دي، بس انا بقولك نصيحة، ما تسألش اي حد كده والسلام، لا لازم يكون حد موثوق فيه، حد يكون عنده طاقة ايجابية دايما، حد يكون بيذكر الله على طول، علشان التفسير الاول هو اللي هيتم، التفسير الاول هو اللي هيتم. اختار قبل ما تحكي، قبل ما تروي، قبل ما تقص على حد الرؤية ديت. أصحاب القوس، أتمنى لكم كل السعادة وكل الهنا وكل الرضا، بحبكم جدا جدا. سوشيال لايك يا حبايبي، الاشتراك في القناة، بشكر كل متابعيني على دعمهم لقناتهم، قناة برج القوس.